كلها أعطي له الحصة الأكثر لآل محمد. تدرون الإمام مضمونه شو يقول؟ الإمام مضمون حديثه يقول: لن يبلغ الإنسان محبتنا حتى نكون أحب إليه من أهله. صعبة هاي، مو خاف ألقى الحنينة تحبها أكثر من أهل البيت وأنت ما تدري. لن يبلغ الإنسان محبتنا حتى نكون أحب إليه من أهله. والله العظيم رحمة من الله ونعمة من الله ما خلى القلوب مكشوفة. عمي لا على انكشفت القلوب نلقى حب محمد وآل محمد مخلينا بالباية الأخيرة. أكو عالم تعبد ميسي، وأكو عالم تعبد أشخاص، وأكو عالم تعبد أم الخيرة، وأكو عالم تعبد الكشاف. آل محمد يكونون بالباية الأخيرة. رحمة ونعمة من أهل البيت ومن الله عز وجل ما كاشف قلوبنا على العالم. لن يبلغ الإنسان محبتنا حتى نكون أحب الناس إليه من أهله. شوف يا بالمصيبة مالت انصابيت بأخوك بأمك بأختك وربطتها بصاحب الزمان وبأهل البيت، يا وربطها. وهذا الحب والتسليم الحقيقي لما تصير عندك فاجعة وتقول عمت عين عليك يا أبو عبد الله، عمت عين عليك يا سيد الشهداء، يا مصيبة اللي صابتنا إحنا، شو ما وصلنا مثل مصيبتك. هو هذا الحب الحقيقي، التسليم الحقيقي، حينما كل فاجعة وكل مصيبة تتذكر بها مصيبة السيد الشهداء. يا ابن شبيب، يا ابن شبيب، إن كنت باكيا فابكي للحسين لأنه ذبح كما يذبح الكبش. العباس تهضمني أشياء من أشوفها المجتمع تهضمني. واحدة منهن من نصير صلاة العيد، من نصير صلاة العيد أنا هاي انهضم بيها. يقول هاي صلاة العيد اللي